تعمل الأداة AutoCorrect على مراقبة الكتابات التي نقوم بإدخالها إلى العرض، وتعمل هذه الأداة على مراقبة الكلمات الشائعة والعمل على تصحيح هذه الكلمات تلقائيا في حالة وجود أخطاء بها. فعلى سبيل المثال، إذا قمنا بكتابة الكلمة the بكتابة الأحرف TEH بدلا من THE، فإن البرنامج يقوم بتعديل هذه الكلمة إلى THE تلقائيا. كما يمكننا إضافة الكلمات التي نريدها إلى الأداة AutoCorrect بحيث يتم استبدالها بكلمات أخرى نقوم بتحديدها مسبقا. فإذا أردنا على سبيل المثال استبدال الأحرف GR عند كتابتها إلى الكلمة Graphics، فنقوم بإضافة هذه الكلمة إلى الجدول الخاص بهذه الأداة. ولفتح المربع الحواري AutoCorrect نفتح القائمة المستدلة Tools ونختار AutoCorrect Options، ونرى في هذا المربع الحواري أن بعض الكلمات مضافة بشكل افتراضي، حيث أنه عند كتابة أحد الكلمات الموجودة في العمود Replace داخل الشريحة سيتم استبدال هذه الكلمة بالكلمة المناظرة لها في العمود With. ويحتوي هذا المربع الحواري على العديد من الخيارات التي تعمل على تصحيح الكلمات بشكل تلقائي عند ظهورها في موضع معين أو عند إدخال كلمات معينة. فالاختيار Correct to Initial Capitals يعمل على تحويل الحرف الثاني من الكلمة إلى حرف صغير، وذلك في حالة كتابة الحرف الأول والثاني من الكلمة بأحرف كبيرة. والاختيار Capitalize First Letter of Sentence يعمل على تحويل الأحرف الأولى لبدايات الجمل إلى أحرف كبيرة تلقائيا. أما الاختيار Capitalize First Letter of Table Cells فيعمل على تحويل الأحرف الأولى لكتابات خلايا الجدول إلى أحرف كبيرة. والاختيار Capitalize Names of Days يعمل على تحويل أول حرف من أسماء أيام الأسبوع إلى أحرف كبيرة. والاختيار Correct Accidental Use of Caps Lock يعمل على تحويل الأحرف الكبيرة التي تم إدخالها بطريق الخطأ والتي يجب أن تكون أحرف صغيرة وتحويلها إلى أحرف صغيرة. وعند اختيار Replace Text as You Type فإنه عند كتابة أي كلمة موجودة بالعمود Replace داخل الشريحة سوف يتم استبدالها تلقائيا بالكلمة المناظرة لها في العمود With. وكما ذكرنا أنه يمكننا إضافة الكلمة التي نريدها إلى هذا الجدول في الخانة Replace، ثم إضافة الكلمة التي تناظرها والتي سيتم استبدالها عند كتابة هذه الكلمة في الخانة With. ويستخدم المفتاح Add لحفظ الكلمة والكلمة المناظرة التي يتم إدخالها في الخانات Replace و With إلى هذا الجدول. فمثلا إذا أردنا أن يقوم البرنامج بتحويل الحروف G و R عند كتابتها داخل الشريحة إلى الكلمة Graphics تلقائيا، نقوم بإدخال الحروف G و R في الخانة Replace وإدخال الكلمة Graphics في الخانة With، ثم نضغط على مفتاح Add فيتم إضافة هذا السجل داخل الجدول. وبذلك في كل مرة نريد كتابة الكلمة Graphics سنقوم فقط بكتابة الحروف G و R، وسوف يعمل البرنامج على تحويل هذه الحروف إلى الكلمة Graphics تلقائيا. وإذا أردنا حذف أحد الكلمات الموجودة داخل هذا الجدول نقوم باختيارها ثم الضغط على مفتاح Delete. والآن للخروج من هذا المربع الحواري نضغط المفتاح OK ونقوم بكتابة الحروف GR ونضغط على المفتاح Spacebar من لوحة المفاتيح. وكما نرى أن البرنامج يقوم بتحويل الحروف GR إلى الكلمة Graphics.